معك وائل، خروج متوقع صراحة، ولكن الأداء بشكل عام في البطولة للترجي كيف شفته؟ والله صراحة أداء متوسط، لا يمكن أن أقول أنه مستوى عالي ولا يمكن أن أقول مستوى منخفض. لقاء فلامينغو الترجي يعني حاول نوعا ما الشوط الثاني أن يعود، ولكن فارق الإمكانيات فلامينغو قوي جدا. الترجي هجوميا شاهدته صراحة فريق يعني غير قادر أن يسجل. اللقاء الثاني امام فريق لوس انجلوس اف سي، طبعا لوس انجلوس ليس بذلك الفريق القوي، فريق حديث العهد. كان متوقع الترجي يفوز، وكان متوقع ان يفوز بنتيجه اكبر، وكاد ربما ان يتعادل في اخر اللقاء لولا الحارس بشير بن سعيد. اعتقد انه اضاع كثير من الفرص في اللقاء الثاني. لقاء تشيلسي للاسف الشديد الترجي صمد طيله شوط، وبعد ذلك حصل الانهيار في دقيقه في اخر الشوط الاول وقبل هدفين، ثم استقبل الهدف الثالث في اخر المباراه. بالرغم ان البلوز تشيلسي لم يدخل بالفريق الاول تقريبا، اغلبيه الاسماء الكبيره لم تلعب، مثل جاكسون اعتقد كان عنده بطاقه حمراء، بالمر لم يلعب، كوكوريا لم يلعب، واسماء كثيره تقريبا دخل بالفريق الثاني والثالث، يعني مزيج. رغم ذلك آه، الترجي لم يقدر على هجوميا امام تشيلسي، ودفاعيا استقبل اهداف في اخطاء بسيطه، بعض اخطاء استقبل امام فريق كما قلت حتى وان لم يشارك بالصف الاول ظل افضل من الترجي، وكانت الفوارق جميل. كبيره. اعتقد هذا وائل، متى ينطلق نعم. الدوري التونسي؟ انطلق في منتصف شهر اغسطس ان شاء الله. ممتاز. هل تعتقد أنه هذه الفترة قادر فيها الترجي على تحسين أموره؟ اعتقد انه بعض الموارد الماليه من مونديال الانديه الترجي سيقوم ببعض الصفقات، ولحد الان لا يوجد اي شيء بخصوص مستقبل المدرب ماهر الكنزاري يظل او لا، لكن النسبه الاكبر انه سيظل مع الفريق مع بعض الصفقات على المستوى الدفاعي والهجومي.